ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، واهلا بيكم معانا في فيديو جديد. وبصوا، فيديو النهارده مختلف عن معظم الفيديوهات اللي بنقدمها. استمتعوا معايا بجمال النهارده، وحطوا لنا لايكات كتير لقمر النهارده باذن الله ينال اعجاب حضراتكم. لاول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، هتستفيدوا جدا من الافكار المقدمها والديكورات لعروسه تجهزي او ست بيت بيجددي بيتك. كل فيديو بنخرج منه بفكرة مفيدة إن شاء الله تقدروا تستفيدوا منه. فيديو النهاردة بناء على رغبات حضراتكم، مخصص بس للمطابخ بس فقط، أشكالها أنواعها، المساحات، مطابخ كبيرة مطابخ صغيرة، أفكار تقدري تستفيدي منها. عاوزة أعلق على حاجة قبل ما أبدأ فيديو النهاردة. بصوا كده القمر اللي بتشوفوه النهاردة والتقنيات الحديثة جدا دي، الرخامة والتفاصيل الحلوة جدا اللي في مطبخ النهاردة، الاكسسوارات بقى والصرف والحاجات والاحواض وكل التفاصيل دي. انا دايما بقول في كل فيديو ان انا مش لازم يكون عندي نفس الامكانيات، نفس المساحه، نفس الامكانيات الماديه، نفس الديكور، لكن انا ممكن فكره اخدها اقدر انفذها. فكره كونتر في مطبخ، فكره دولاب مطبخ زي ما حضراتكم شايفين عندي مساحه ضيقه. بصوا هنا الافكار، هنا اقدر اعمل الفكره الدواره دي، اقدر اعمل ده لو عندي امكانيه. طبعا عارفه ان في مطابخ دي اسعارها غاليه جدا، لكن انا يا جماعه القناه عندي كل يعني فيها مستويات كتيره جدا، وفي ناس بتتابعني من دول عربيه ودول بره مصر، فطبيعي بيبقى محتاجه اكتر من فكره واكتر من شكل. كلنا معظمنا مستوياتنا الماديه متقاربه، لكن بناخد افكار من بعض. في ناس بيبقى عندها مساحات كبيره، في ناس حتى في الارياف بيعملوا بيوت كبيره او المساحه عندهم كبيره فبيحتاجوا فكره مطبخ كبيره. وفي ناس في دول بتعمل المطبخ اساسي ده زي ليفنج للاكل ويحط فيه ترابيزه سفره ويبقى جزء كبير جدا منه، زي كمان الاجانب. فارجو ان حضراتكم تقدروا فكره ان انا بنوع ما بين المستويات اللي بعرضها. مش بقصد طبعا ان انا، بصوا هنا الفكره القمر دي، ان انا احط مستوى على مستوى اعقد حد. لا، كل واحد فينا عارف مستواه وعارف قدراته، وكل واحد بيختار اللي يناسبه. يا رب الفكره تكون واصله. مش بعلق لناس كتير او برد على ناس كتير، لان التعليقات بتبقى صراحه فيها يعني شده وتعصب جدا في الرد. اتمنى ان حضراتكم تكون واصلاكم الفكره، واتمنى فعلا اكون بقدر افيدكم. انا بقدم شقق 30 متر وشقق اسكان اجتماعي وفلل وشقق عاديه وشقق تشطيبات عاديه وشقق تشطيبات، كل ده يناسب كل واحد فينا. وممكن انا استمتع بفكره مش عندي بس اقدر انفذها، او اقدر اكون مستمتعه بشكلها. كلنا بنشوف اختلاف مستوياتنا، ومش لازم يكون عندنا نفس المستوى. نبدا بقى فيديو النهارده. يا رب تكون الفكره واصلاكم، واتمنى تعلقوا لي في الكومنتات او ايه الحاجات اللي تحبوها او رايكم في ايه في اللي انا بقوله. بصوا هنا الحاجات اللي بتتعمل تاتش دي بتبقى تحفه مريحه جدا، وست البيت بقى بتشتغل وبسرعه بسرعه. بصوا الضلفه دي حلوه جدا. في الجزء اللي في النص بيبقى فيه تقفيله تانية او فيه ارفف تانية. تمام. دي طبعا بتبقى عاليه شويه، طبعا ده معظم بقى فوق الثلاجه او الفريزر. بصوا هنا الفكره كمان، هنا دي عاملاها زي سلم بالظبط اهي، عشان طبعا المطبخ هنا متقفل لفوق. وطبعا انا بفضل لو عندي امكانيه اقفل المطبخ لفوق. بصوا كمان فيها جزء متقفل تاني تحت. ده اوضه بقى زي اوضه غسيل كمان. بصوا هنا اهو، تنشر في مكان. طبعا معظم ده اكتر الناس اللي مش بتحتاج شمس او بتستخدم مجفف او الحاجات البسيطه اللي عاوزه تتنشف جوه المطبخ عادي او جوه البيت. هنا بصوا الضلفه دي تحفه، بتتشد كده لبره، فيها المكنسه وكل ادوات النظافه. دي افكار لو اقدر انفذها اقدر، ما اقدرش مفيش مشكله. بصوا هنا، وحضراتكم اكتبوا لي ايه اكتر حاجه محتاجينها الفيديو الجاي. إيه؟ مطابخ، اوض نوم، اوض اطفال، دريسنج روم، حمامات، اكتبوا الكلام ده. بصوا هنا كمان ده درج، كل الحاجات دي منظفات اهي. ده الجزء اللي هي عارضاه ده زي اوضه غسيل، لكن احنا ممكن نعمل منه ضلفه مطبخ كامله والغسالتين فوق. بصوا بقى هنا الجمال ده، البوتاجاز البلت ان داري تماما. الحوض، في ناس بتحب ان ترتب المطبخ ان ما يكونش فيه اي حاجه باينه. الناس بقى عشاق النظافه والترتيب وعندهم امكانيه، طبعا دي حلوه قوي. بصوا بقى دي حلوه جدا في الاحواض، بتغسل لك بقى الكوبايات والمجات بطريقه سلسه جدا، حتى لو هي ضيقه ومش قادره تدخلي ايدك فيها. بصوا كمان بيوريك قوه الشفط هنا في الحوض. وبقول له بصوا كمان اهو، ده بيملى الرواسب، ودي حلوه قوي ان انا اتخلص منها بشكل فوري. بصوا والقطاعه انا عرضت لكم في الفيديو اللي حضراتكم علقتوا عليه شكل ده من اشكال المطابخ بالطريقه دي. الحوض ده حلو جدا. انا عارفه ان الحوض ده سعره غالي شويتين، لكن لو عندي امكانيه اجيبه من الاول. هنا برضو لو هحط بقى بتاعه الصابون السائل اهو،
حلوه جدا، بدل ما يبقى حاطه صابون فوق مكلكع الدنيا. بصوا بقى، ده تاتش طبعا، ده امكانيه عاليه جدا وبياخد ميزانيه عاليه. انا بعرض لناس حابه تشوف افكار كتير. بص، ده بيقفل المطبخ تماما بالحوض بالصفايه بتاعته بكل ده. طبعا ده حلو قوي اللي عنده امكانيه يعمل ده. الحاجات الدواره دي انا بحبها للمساحات الضيقه كمان. هنا بصوا، دي افكار للمساحات الضيقه اقدر انفذها بسهوله، سواء كان خشب او الموتيل ايا كان. اهو فكره الغساله الاطباق برضو كله متقفل بشكل واحد بالشكل الرخامي. دايما المفاتيح بتاع البوتاجاز بتتملى دهون بسهوله، فدي فكره حلوه قوي انك تحطيها عليها. افكار كتير جدا في فيديو النهارده، اكيد حضراتكم تخرجوا منها لو كل واحد هيخرج بفكره. ده فكر رسم اهو لترتيب مطبخ او لتنسيق مطبخ للي عاوز افكار من الالوان الحلوه قوي في المطابخ يا بنات. الجراي بالوانه فاتح وغامق والابيض تحفه، ما بيقدموش، ما تحسيش ان هو موضه. هنا تقفيله للميكرويف، ولكن بصوا هي فاضيه من النص، بس وريني عشان يقفلوا من فوق بدل ما يبقى جزء الفراغ اللي كلنا بنتضايق منه، وكمان بيدخل ساعات اتربه او دهون. اهو بشكل سلس جدا وشكله حلو قوي، الجزء اللي فوق متقفل بالطريقه دي. دي فكره كمان اهو. هنا بقى بص، ده الشكل العام كده من على بعض. ده برضو بصوا حلو قوي، طريقه فتح الفوق بتاتش بشكل باللمس. بصوا الجمال. هنا كمان بنفس الطريقه. شوفوا التنسيق بقى تحت الحوض. الحاجات اللي بعشقها قوي الحاجات المنظمات اللي بقى فيها كل خزين البيت بالشكل ده. طب نشوف هنا هي هتعمل ايه. ودي من الحاجات اللي انا بحبها، ودي على فكره مش مكلفه لو عملتيها من الاول. تحطي فيها بقى العجان، تحطي فيها مكن القهوه، الحاجات اللي مش بتستخدميها كل دقيقه وبتملى زيوت. العجان، الخلاط، تشديه بسهوله وتنضفي وتدخلي تاني. تحفه ورا الحوض اهو. حلو قوي، خاصه بقى لو عندك مساحه عمق. كل الادوات الكهربائيه حطاها في الجزء ده. يا ريت تكتبوا لي اكتر حاجه ممكن تقدروا تنفذوها، اكتر حاجه استفدتوا منها في الفيديو ده، اكتر فكره. ده مطبخ تركي اهو خشب. بصوا فكرته سهله، بس عشان لو انا عامله ضفتين فوق بدل ما افتح دي ومش قادره افتح اللي فوق بيتفتحوا بالشكل ده. الجزء ده حلو قوي للتقفيله تحت الحوض عشان ما اسيبهاش فاضيه. تمام. منظمات المعالق دي طبعا موجوده في كل المحلات، هو حاطين هنا الشوبات كلها. المطبخ سيمبل جدا اهو يا بنات، وابيض خشب، مفيش فيه افكار كتير، ورخامه باللون الجري. بصوا ضلفه الخزين دي اللي انا عشان بتشد لبره كده، وده حلو قوي ان انا ما اقعدش اشد من جوه واجيب بهار من جوه او ده شكل المطبخ النهائي. تنظيمه وتنسيقه، واحنا كسيدات بنعشق المطبخ المنظم، الافكار اللي جوه المطبخ. بصوا هنا بقى الجمال بقى هنا. ده طبعا انا عارفه انه مختلف، لكن فكرته حلوه جدا، والاستندات دي موجوده في محلات المطابخ اهي. وانت بتنسقي من الاول هعمل مطبخ وهكلف، يبقى شوف افكار تقدر تفيدني. بصوا دي اللي قلت لكم عليه. شوف حتى اللي هي رفيعه جدا ومع ذلك نظفتها قوي اهو. دي الكوب برضه بصوا فكرته حلوه قوي. يعني ساعات بنحس ان احنا بنحط ايدنا جوه الشوب او جوه الكوب، بحس ان الازاز ممكن ايدي تنكسر، وده ساعات بيحصل في خاصه الحاجات اللي هي الزجاج بتاعها رقيق شويه. حاطه الرضا بتاع البيبي والكاس. حلوه قوي دي يا بنات، لو في امكانك تعمليها ممكن تنفذيها. بصوا هنا المطبخ ده برضو الضلفه دي. بصوا دي حلوه قوي، عرضتها لكم في الاول، بتدخل جوه بعضها، بتخزني اكتر من حاجه، حاجات مثلا ارتفاعها قليل وحاجات ارتفاعها اكبر، فيبقى حلو قوي ده. برضو هنا اهو ده ستاند بقى للشوك والسكاكين والمعالق، حلو قوي. والحاجات اللي بتستخدميها في الطبخ والتقليب. لازم يكون عندي القطاعات بتاعه الستريتش فويل وبتاع ورق الالومنيوم وورق الزبده، بتبقى حلوه جدا. بصوا الحاجات الحلوه قوي في المطابخ انك تعملي ادراج عميقه. الادراج العميقه بتحط فيها كل الحلل ايا كان عمقها. شو بقى، ده درج للتوابل كله، فكرته تحفه. تحت البلتقان ده برضو منظم اهو، تحت البوتاجاز برضو، تحت منظم الشوك والسكاكين والمعالق. بصوا جمال كمان لون المطبخ تحفه مختلف. ده ستاند للاطباق كلها. انا شخصيا بحترم المطابخ المنظمه واللي مساحتها محترمه، اقدر احط فيها نيش. يعني انا مش بحب فكره النيش بره في الصاله او في الصالون او في الريسبشن. فكره انه يبقى جوه المطبخ بشكل شيك. طبعا انا كلنا بنحتاج الاطباق جوه المطبخ، ليه اخرج بره اجيب اطباق
فكره النيش جوه المطبخ وان انا اعمل ضفه نيش دي فكره تحفه. بصوا بقى هنا الناس اللي طلبوا مني افكار لبديل الرخام. بصوا ده شكل من اشكال بديل الرخام، بتركب بالطريقه دي على السيراميك على الحيطان. انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني منفصل. بصوا بقى جمال وشياكه وهدوء المطبخ ده. بصوا هنا كده شايفين تنسيقه والاضاءه اللي جوه المطبخ، الجزء الازاز. بصوا الجزء ده بتاع عامله لمكنه القهوه، الخلاط، الكبه، ايا كان. دي تقسيمه مطبخ بشكل اهو. بصوا رسمه المطبخ نفسه. لو عندك نفس المطبخ ده على فكره مساحته مش كبيره قوي، هو طول بس مفيش فيه عرض اهو. شايفين تقسيمته. دي ارفف حلوه قوي للخضار لان الباسكت فيه طبعا هو شبكه كده، فطبعا حلو قوي للتهويه اهو. وممكن تحط فيه كمان اطباق وتحط رف تحت لو فيه ميه، طبعا بعد ما يتصفوا هيبقى حلو قوي. تختاري منه بقى الخضار او زي ما انت عاوزه، او تحطي فيه الحاجات النواشف اللي تستخدميها في المطبخ. بصوا الدرج بتاع المعالق واللي تحته البهارات. العلب الاكليريك دي حلوه قوي منظمات المطبخ يا بنات. ده مطبخ تركي، دايما المطابخ التركي بيبقى لها روح مختلفه. بصوا جماله الابيض مع الاسود بس فقط من غير تفاصيل كتير. الجولد اكسسوارز جولد، الحنفيه نفسها جولد حلوه قوي. الجزء اللي تحت ده بديل الرخام، ده شكل منه يا بنات بيتلزق، تبقى الواح كده بتلزق بتركيبه. يعني في ناس بتقول متر بيبدأ من 1300 بالتركيب بتاعه. اللوح نفسه بتقسم بقى، ما اعرفش فكرته بتقسم ازاي، بس ممكن اعمل لكم فيديو مفصل. شايفين جمال لو انا بقى حتى عاوزه اجدد مطبخ ومش عاوزه اكسر سيراميك، فطبعا ده حلو قوي. شايفين لمعانه، شكله منه اشكال كتيره جدا والوان كتيره قوي. ده طبعا مطبخ غربي. بصوا جمال اهو، بتركب بس على الجزء اللي باين. ما عادش حد فكره ان انا اعمل السيراميك في كل جزء ورا المطبخ وللسقف، لا فكره مش ظريفه خالص. فكره السيراميك اللي في السقف دي فكره مع الوقت ناس كتير جدا بيقولوا بيقع فوقهم الصهد بقى والابخره. شايفين جمال المطبخ الابيض تحفه، ابيض حاجات بسيطه جدا جولد. ده برضو بديل الرخام اهو يا بنات. شايفين جماله الاسود في الذهبي تحفه، رغم انا مش من عشاق ان المطبخ يكون فيه درجات سوداء او غامقه مع الاضاءه. بصوا ده بديل الرخام اللي فيه. مرايه طلبت مني بديل الرخام اهو. ولو عاوزين بقى بعد كده اشوف لكم ناس بيركبوه اعرف ناس بيركبوه بالمتر، بيجي لحد عندك بالبيت بيجيب اللون اللي انت عاوزاه، بتبعتي له بيبعت لك اشكال وتختاري الشكل. ده فكره مطبخ تاني. هو مايل للاسود اكتر بس هو جري غامق. بصوا كمان اللون الرخامه، الباسكتات هنا بتتشد بالطريقه دي. حلو قوي القلاب اللي تحت الحوض اهو، لو تحط حاجات صغننه مش ضالفه تتساب فاضيه. هل النوعيه دي مش في الكونتر في النص وتقسيمته؟ النوعيه دي من الفيديوهات تفيد حضراتكم اكتر ولا تحبوا تشوفوا الشقه على بعضها؟ فكره ان يبقى فيه افكار للمطبخ. الدرج ده حلو جدا اهو، ده برضو للقطاعات والبهارات فوق. بصوا الجمال. يعني درج جواه درج تاني، ده ادراج عميقه وجواها برضو المنظمات للشوك والسكين والمعالق. علب بقى البلاستيك. تنظيم المطبخ ده شكل تاني اشكال المطابخ. الاضاءه الليد دي بتعمل فرق كبير جدا. ده برضو بديل سيراميك اهو، او بديل رخام ايا كان بقى. وفي منه بيتعمل للسقف للارضيات، يعني بتساليه انا عاوزه الارضيات او للحوائط. وفي منه في بديل خشب كمان بيتعمل بشكل خشب. في منه بيتعمل زي بارتيشنات. وفي جزء بيجيب بديل الرخام ده وبيعملوه في الصاله مثلا ولا مكتبه التلفزيون ايا كان، في اي مكان عاوز يعمله بشكل حلو يحط بديل السيراميك. اسهل لان بتلزق بسهوله اهو. بصوا تركيبه اهو يا بنات. بصوا الجمال. في فيديوهات كتيره جدا لو عايزين اعمل لكم ده، بس انا اكتفيت النهارده ندخله جوه جزء المطبخ ده. اه شايفين شكله تحفه، حلو قوي. وفي منه الوان مبهجه جدا جدا. شايفين الجمال وبتركب بسهوله من غير. بصوا شايفين النظافه من تحت، من الاطار بتاعه من تحت تحفه بجد.
في فيديوهات بقى قبل وبعد البديل الرخام، لو حابين انا ممكن انزل لكم الفيديوهات دي، حتى لو هنزلها شورتس تبقى فيديوهات قصيره تشوفوا المطبخ قبل وبعد بفكره بديل الرخام، او لسه كمان بيركبوا بيخلصوا. ده المطبخ الكونتر في النص، طبعا دي عاوز مطابخ مساحات محترمه، مساحات بلل ودول غربيه اكتر. في ناس بيعملوا المطابخ دي هنا في مصر في الفلل في تجمع في مدينتي، في ناس كتير بيعملوا المساحات دي. فانا باخد كمان مره اللي يناسبني ويناسب ظروفي. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم واستفدتوا منه، ولو فكره اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقه جديده، ومستنيه تعليقاتكم ونقول السلام.